ميثاق صناعية. في الفندق الذي نزلت فيه قبل عام شاركني الغرفة، فأغلق الشرفة وعلق السترة فوق المشجب المقام. وعندما رأى كتاب الحرب والسلام بين يدي اربد وجهه ورف جفنه رفة، فغالب الرجفة وقص عن صبية طارحها الغرام، وكان عائدا من الحرب بلا وسام، فلم تطق ضعفه ولم يجد حين صحى إلا بقايا الخمر والطعام. ثم روى حكاية عن الدم الحرام: الصحراء لم تطق رشفه، فظل فيها يشتكي ربيعه صيفه. وظل يروي قصصا حزينة الختام، حتى تلاشى وجهه في سحب الدخان والكلام. وعندما تحشرج الصوت به وطالت الوقفة أدرت رأسي عنه حتى لا أرى دمعته العفة، ومن خلايا جسدي تفصل الحزن وبلل الأسى. وحين ظن أنني استغرقت في المنام، لمحته يخلع ساقه الصناعية في الظلام، مصعدا تنهيدة قد أحرقت